السلام عليكم. بما ان الجو حر ودرجة الحرارة 72 فلازم ناكل حاجة منعشة، ومفيش حاجة منعشة اكتر من الحاجات المتلجة زي الايس كريم. النهارده هعمل ايس كريم الشمام. الناس اللي بتحب الشمام هيعجبهم جدا، اللي مش بيحبوا الشمام ما يعملهوش. بس كده. قبل ما نبدأ، لو اول مرة تشوفوني انا ايمي الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير الفيديو ده لو حبيتوه، علشان بقالي كتير جدا مصوره ومكسله امنتجه. شجعوني بانكم تعملوا لايك، سهله اهي، علشان اعمل لكم وصفات حلوه كتير وسهله. يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجه هنجيب شمامه ونقطعها بالنص ونطلع البذور بتاعتها بالمعلقه. بس مش هنرمي البذور كده وخلاص، لا، هنستفيد منها برضو. هجيب طبق واحط فوقيه مصفى، وهصفي البذور واخد الميه بتاعتها اللي بتنزل منها علشان هستخدمها. هخليها على جنب دلوقتي. وبعدين هقشر الشمام واقطعه قطع صغيره كده، ومفيش مانع ان ناخد واحده كده ناكلها يعني عادي. وبعدين احطه في طبق غويط واضربه بالهاند بلندر او نحطه في الخلاط ونضربه من غير اي ميه خالص لغايه لما يبقى سايل كده. وبعدين نجيب طبق ونحط فيه كوبايه كريم شانتيه خام، وعليها كوبايه لبن حليب يكون ساقع متلج، ونقطه من اللون البرتقاني، وده اختياري زي ما انتوا حابين علشان بس نديله لون زي اللي بيتباع جاهز. واحط عليهم نص كوبايه من السكر، او على حسب ما تحبوا، عايزين تزودوا السكر عن كده زي ما انتوا حابين. دوقوه وشوفوا كده محتاجين تاني ولا لا. وبعدين هضربهم بالمضرب اللي بالكهرباء على سرعه عاليه جدا لغايه لما الكريم شانتيه يتقل. ممكن تضربوه بمضرب السلك العادي، مفيش مشكله، بس نسرع ايدينا جدا قبل ما اللبن ما يبرد علشان الكريمه تتقل معانا بسرعه. وبعدين احط عليهم الميه اللي انا صفيتها بتاعه البذر وهضربهم كده تاني. وبعدين هاخد الكريمه واحطها على الشمام اللي انا ضربته في الاول، وهضربهم تاني كده مع بعض. طبعا واضح جدا اني بهدلت الدنيا حواليا علشان كنت محتاجه حاجه اعمق من كده ان انا اضرب فيها، بس فدايه مش مشكله. ننضف بقى ونرجع نكمل عادي ولا كأن حاجه حصلت. نجيب علبه ونوزع فيها الايس كريم وندخلها الفريزر لغايه لما يتجمد، بس نغطي الوش بتاعها بكيس قبل ما ندخلها الفريزر. دلوقتي بعد ما طلعت من الفريزر نسيبها كده تهدى شويه علشان نقدر ناخد منها بالمعلقه بسهوله. انا ما كنتش مغطيها كويس، فعلشان كده عملت بلوره التلج ديت. نحط بقى معلقه الايس كريم في ميه مغليه علشان تطلع معانا بسهوله، ونجيب بسكوتات الايس كريم ونعمل احلى ايس كريم بيتي جميل. ممكن لو حابين تعملوا نص شمامه واحده بس، يعني نص الكميه، لانه بيعمل كميه كبيره جدا كده زي ما انتوا شايفين. وطعمها بقى ولا يا ولا. جربوها بقى علشان تقولوا رايكم فيها ايه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.